شكرا مصر. الكلمة دي المفروض تكون على جواز أي أفريقي أو عربي، مش سوداني بس، لأن دي الدولة الوحيدة اللي قدرت تسند كل من كان بيبحث عن حياة كريمة. وحرفيا مصر استحقت لقب أخت بلادي، أخت بلادي الشقيقة. شكرا مصر شعبا وحكومة. وإن كان هيكون ليا انتماء تاني كان هيكون انتمائي لمصر. مصر قدرت تقف جنبنا اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا رغم الظروف اللي بتمر بيها. وما هننسى الجيش المصري والطيران المصري اللي كان ليه دور أساسي في ميليشيا الدعم السريع. وما هننسى الشعب المصري اللي واقف معانا وسندنا المصري، ونعم الأخ ونعم الشقيق اللي وقف معانا وفتح لنا أبواب بيوتهم وسكننا وسطهم كأن إحنا أصحاب بلد مش لاجئين. مصر أتاحت فرص عمل لكل من دخل أرضها بسلام. شكرا مصر أم الدنيا. ولو جينا عينا في خريطة الوطن العربي القارة الأفريقية هتلاقي دول كتير جدا ليها إمكانيات كتير ممكن تدعم السودان والشعب السوداني، لكن ما لقينا أي حاجة إلا العزيزة مصر. شكرا مصر. حتى الدول الجارة اللي قدرنا نوصل ليها ونحتمي فيها زي أثيوبيا ما قدرت تعمل إلا مخيمات لاجئين على الحدود مع عدم وجود صحة وغذاء وأمن. ولو اتكلمنا على ليبيا الكل عارف إن الليبيين بيعاملوا كل من دخل أرضها تعذيب وإهانة وذلة. أما في مصر تقدر تستفيد من كل الخدمات المتاحة، صحة وتعليم وتنقل وعمل. أما لو اتكلمنا عن دول الخليج محور الشر حدث ولا حرج. لو اتكلمنا عن السعودية هنلاقي إن النظام في السعودية ما في قيم ولا أخلاق إنساني، حتى نظام الكفيل. لكن في مصر ما ملك السوداني بس السوري والفلسطيني العراقي بسبب أزمتهم. حتى الليبيين نكروا جميل المصريين عليهم وبقيوا يذلوهم ويهنوهم. نسيوا أيام أزمتهم إن المصريين عملوا معاهم إيه. شكرا العزيزة مصر. حتى الأسيويين رغم الأزمة السياسية بين مصر وأثيوبيا مصر تحتويهم. وما ننسى البحرين وكل أفريقيا. حرفيا كده مصر أم الدنيا. شكرا مصر. كلام جميل جدا وسعدنا وسعد قلبي إن في واحد سوداني بيتكلم على مصر بالشكل ده. يعني هو بيرد الجميل بكلمات طالعة من قلبه، كلمات مؤثرة بعطف وبحب شديد. واحنا اتأثرنا طبعا بالكلمات دي لان احنا كده يعني كلكم شفتوا معاملة السودانيين وكانوا بيعملوا ايه في مصر ومع المصريين، بيهنوهم ازاي، بيتعاملوا معاهم ازاي بكل قلة ادب، وكانوا بيطلعوا يعملوا حاجات غريبة وحاجات مشينة مع المصريين ويطلعوا كلام. احنا شفنا من السودانيين، من بعض السودانيين مش السودانيين عامة، من بعض السودانيين اللي ما عندهمش اخلاق ولا اعتراف بالجميل لمصر ولا لشعب مصر. كانوا بيطلعوا يهينونا ازاي ويعملوا معانا ايه. وكمان في سودانيين يتشالوا على الراس زي الاخ اللي كان بيشكر في مصر. دي قصيدة نعتز بيها، قصيدة شكر لمصر وللمصريين نعتز بيها ونعتز بالمحترم ونعتز بالناس المحترمة السودانيين اللي هم بيعترفوا بالجميل وبيشكروا في مصر والمصريين. وكلمة يعني كلام طالع من القلب، كلام طالع من القلب، مش كلام مجاملة ولا حاجة، لأنه هو عارف ومتأكد إن مصر فتحت فعلا أبوابها لكل السودانيين، كل الجنسيات وكل جنسيات العالم، وقعدتهم في مصر واحنا شلناهم في عيوننا وفوق راسنا واحترمناهم، مش زي دول كتير كانت بتهين المصريين واللي يخش بلادها
وكانت بتتعامل معاهم بكل إساءة. بنشكر كل سوداني محترم يتكلم على مصر كلام محترم وعلى المصريين، كلمة شكرا مصر تتكتب على كل جواز عربي أو أفريقي. فعلا دي حاجة بسيطة قدام اللي بتقدمه مصر لكل الجنسيات. احنا بنشكر الأخ السوداني، وبنشكر كل سوداني محترم، وبنقول لهم على راسنا من فوق. لو عجبكم الفيديو أتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق وكلمة شكر لكل سوداني محترم وللأخ ده في التعليقات. وشكرا مصر.